ليست فقط أنظار عشاق قطبي العاصمة الإسبانية كانت مصوبة نحو ملعب فيسنتي كالديرون، بل أنظار الكثيرين كانت تريد متابعة الديربي المدريدي بين الريال المتصدر ومضيفه الأتلتيكو. المدرب زيدان الذي لم ينهزم منذ بداية الموسم في الليغا بدا هادئا في البداية عكس سيميوني الذي لم يتوقف عن شحن لاعبيه. أما كريستيانو فتكفل بالتهديد في أول هجمة حقيقية بهذه الرأسية القوية التي جعلت سيميوني يدرك خطورة الموقف. المد الأبيض الملكي تواصل في المشهد الأول عبر مودريتش من جهة وكريستيانو من جهة أخرى. CR7 أوقف صمود الحارس أوبلاك بعدما سدد كرة قوية اصطدمت بفاران قبل أن تزور الشباك. تحرر زيزو وطالب لاعبيه بالمزيد، أما رد الروخي بلانكوس فكان محتشما ومن دون خطورة على مرمى الحارس نافاس. تعليمات سيميوني بدت واضحة مع بداية الفصل الثاني من هذا الديربي، واستفاقة أصحاب الأرض بحثا عن التعديل منحتهم الأفضلية، لكن دون جديد. لا كاراسكو لا جريزمان ولا حتى كوكي الذي حاول استفزاز رونالدو، لكن هذا الأخير رد سريعا فحصل على ركلة جزاء ترجمها إلى هدف ثان جعله يحتفل بهذه الطريقة. ثنائية رونالدو سرعان ما تحولت إلى ثلاثية بعدما انطلق القطار الويلزي على الجهة اليسرى مانحا CR7 كرة الهدف الثالث. رونالدو سجل الهاتريك ووقف وكأنه يقول عذرا أتلتيكو. كريستيانو عاد من جديد لتبقى صدارة الليغا ملكية بامتياز. نحن سعداء بما أنجزناه، ونحن سعداء بصنع الفارق مع منافسينا، ولكن نحن نعلم جيدا أن الدوري لا يزال طويل حتى نفوز بالبطولة عنا أن نواصل ولا يكون الأمر سهلا. نحن في ديناميكية جيدة ونحن سعداء بما أنجزناه. ريال مدريد لعب كما عودنا دائما وفي ظل وجود رونالدو في الهجوم كحراس حربة، والمنظومة هي المنظومة وعرفوا كيف يضغطون علينا، واللعب أيضا عن طريق الأطراف في الشوط الأول. هذا سوف يخدمك لكي نتحسن أكثر. نجحنا في التمركز جيدا على مستوى الدفاع، ونجحنا في وضع صعوبات كبيرة للمنافس، وفي الهجوم كنا فعالين. مباراة متكاملة وناجحة خاصة على المستوى التكتيكي. حسنا سجلوا هدفين على كرتين ثابتتين، وذلك داخل في المباراة، وأتيحت لنا العديد من الفرص للمكن من تجسيمها. مثل ما قلت خسرنا، ولكن الدوري لا يزال طويلا.